عمر كان مصور وثائقي، كان راجع من رحلة تصوير في منطقة نائية. قضى يومين بيصور في بيوت قديمة، كانت قرية صغيرة زمان لكنها اختفت مع الوقت. لكن في طريق الرجوع الGPS فجأة فصل، وبعدها الشبكة اختفت تماما. الطريق كان فاضي، ما كانش فيه غير صوت الرياح اللي بتخبط في العربية والضباب اللي مالي الجو. فضل سايق في الضلمة، نور العربية بيشق الضباب بالعافية. وبعد أكتر من ساعة من التوهان لمح على الطريق يافطة خشبية قديمة مكتوب عليها بيت الضيافة 2 كيلومتر. شغل النور العالي في العربية ودور على أي علامة للحياة لكن ملقاش، وكان بالفعل تعب من الطريق ومحتاج أي مكان يبات فيه، فقرر يمشي ورا اليافطة. وبعد مسافة قصيرة ظهر من وسط الضباب بيت من الطوب الأحمر. البيت كان باين عليه مهجور، لكن كان فيه نور خافت طالع من شباك فيه. وقف عمر متردد قدام البيت قبل ما يمد ايده ويخبط على الباب. وبعد لحظات فتح له راجل عجوز، كان طويل ورفيع. ولما سأله عمر يبات هنا الليلة على ما النهار يطلع، قال له بصوت هادي: اتفضل يا ابني ادخل، الجو برد وما بيرحمش. ولما دخل عمر البيت لاحظ ان الجو جواه كان ساكن بشكل مريب، وشاف صور قديمة على الحيطان بس الوجوه فيها ممسوحة كأن الزمن أكل ملامح الناس. قال له العجوز وهو بيفتح له باب أوضة يبات فيها: الطريق مش أمان، بات هنا وكمل طريقك لما الصبح يطلع. عمر شكر وفعلا قرر ينام لحد الصبح. لكن في نص الليل صحي على صوت خطوات فوق السقف. افتكر كلام العجوز معاه لما قال له إن البيت كله دور واحد بس، لكن الأصوات كانت حقيقية وبتتحرك ببطء. مسك كشاف موبايله وطلع في الممر الطويل، وفي نهايته لقى باب خشب مقفول كان عليه نقش غريب وقفل مصدي. قرب منه وفتحه بصعوبة، ولما دخل لقى نفسه جوه أوضة مليانة مرايات من الأرض للسقف. كانت مخبرة لكنها ما عكستش صورته، دي كانت بتعرض مشاهد من حياته، أول مرة صور فيها وأول مشروع ليه ورحلته الأخيرة في القرية المهجورة. وفي كل مشهد كان في شخص واقف وراه، ملامحه ضبابية لكنه دايما كان هناك. رجع عمر لورا وهو بيتنفس بسرعة، والمرايات بدأت تتهز كأنها بتتنفس هي كمان. وفجأة ظهرت صورته في واحدة منهم بس بابتسامة شريرة مش بتاعته. قالت له صورته بصوت بارد: اتأخرت يا عمر، البيت كان مستنيك من زمان. وفجأة المرايات بدأت تتشقق وكل شق بيطلع منه صوت صراخ. عمر جري ناحية الباب وفتحه بالعافية، لكن لما خرج لقى نفسه في نفس الأوضة، وكل مرة يفتح الباب بيرجع لنفس المكان. قعد وهو يائس ومش عارف يعمل ايه ويخرج ازاي، خصوصا ان موبايله ما فيهوش شبكة ومهما صرخ محدش بيسمعه. لكنه فجأة لاحظ مشهد غريب كان في واحدة من المرايات. شاف نفسه وهو في الصحراء، وورا الكدر كان في حجر غريب منقوش عليه رموز غريبة، وافتكر ان الحجر ده كان صوره في القرية المهجورة الصبح قبل ما يتوه. وافتكر لما شاف نقش غريب على باب الأوضة قبل ما يدخلها، ولما قرب من الباب لاحظ انها نفس الرموز اللي كانت موجودة على الحجر. بدأ يرددها بصوت مرتعش، وكل مرة كان بيقولها البيت كان بيتشقق والمرايات كانت بتتهز. وفجأة الأرض اتفتحت تحته ووقع في حفرة ضلمة ملهاش نهاية. صحي لقى نفسه مرمي في الصحراء قدام نفس اليافطة اللي شافها أول مرة، بس المرة دي اليافطة كانت مكسورة والحروف مش باينة. عربيته كانت هناك والموبايل اشتغل، لكن لما فتح الخريطة ملقاش أي أثر للبيت. رجع عمر بيته، لكن من يومها كل صورة بيصورها كانت بتظهر فيها مراية حتى لو المكان ما فيهوش مراية، وفي كل مراية كان في واحد واقف وراه ملامحه ضبابية. قرر عمر إنه يرجع ويشوف القرية تاني، كان لازم يعرف حقيقة اللي بيحصل معاه. وصل لنفس الطريق لكن اليافطة اختفت تماما كأنها ما كانتش موجودة. بدأ يبحث في الصور اللي صورها قبل الحادثة وهو في القرية، وفجأة لقى في لقطة واحدة انعكاس واضح للعجوز كان واقف جوه الكادر، رغم إن عمر متأكد إنه ما شافوش لأنه كان لوحده وقتها. ولما قرب منها
اكتشف إن ملامح الراجل العجوز هي نفسها اللي كانت موجودة في واحدة من الصور القديمة اللي كانت متعلقة على حيطان البيت. بدأ يبحث في أرشيف المنطقة لحد ما لقى تقرير بيتكلم عن بيت ضيافة اتحرق بالكامل من 50 سنة. مالك البيت وقتها كان مصور اسمه سليم عارف. ليلة الحريق كان عازم مجموعة ضيوف في بيته واختفوا كلهم فجأة. والمثير في الموضوع إن آخر مشروع ليه كان فيلم وثائقي بيتكلم عن المرايات والرموز الطلسمية في البيوت القديمة، ومن لحظة اختفائه محدش عرف له أثر. عمر فهم متأخر إن الراجل العجوز هو سليم نفسه محبوس جوه البيت اللي كان فيه، والبيت بقى فخ لكل مصور بيدخله. وعرف إن الرموز اللي كانت على الباب عبارة عن تعويذة حبس بتربط روح المصور بالبيت والمرايات. وسليم كان محتاج لحد جديد يقول التعويذة ويفك السحر وياخد مكانه. وعمر من ساعة ما خرج من البيت ده بقى يشوف انعكاس العجوز في كل صورة وفي كل مراية. وآخر فيديو صوره قبل ما يختفي كان بيتكلم فيه هو قدام الكاميرا وبيقول: لو الصورة دي وصلت لحد ما تبصش في المراية وراك، البيت هيلاقيك.